السلام عليكم. اليوم عندي معمول بالبهارات الشمرة والمحلب واليانسون. أتمنى بيعجبكم. عندي 1.5 كيلو طحين، 1.5 كيلو ما يقارب 6 كاسات. الكاسة لازم تكون كبيرة ليطلع عندك بالضبط 1.5 كيلو. مثل هاي الكاسة السكر الكبيرة طلعوا معي 6 كاسات بالضبط 1.5 كيلو. عندي 4 معالق طعام ماء الورد او ماء الزهر. الزيت باخد تقريبا ربع الكاسة. سكر اما تاخدي التلت اما تاخدي نص الكاسة الكبيرة. حليب راح اخد قليل من الحليب، هذا بتشوفوه بالاخير بالنهاية. عندي زبدة مذابة هذا الحجم، وسمن مذاب. الزبدة المذابة أنا تقريبا اللي عندي هنا أخذتها 200 جرام، فاللي عندي كمان هون سمنة تقريبا 200 جرام بندوبهم نسيحهم. باكنج باودر 1.5 معلقة أو معلقة طعام. محلب 1 معلقة طعام، طحنته أنا تازة، ما بدي إياه بيكون قديم، بدي الطعمة والريحة تبعته تكون تازة بالطحين. شمرة 2 معلقة طعام مطحونين جديد. كمان اليانسون 1 معلقة طعام. أنا بنصح إذا بدك المعمول يكون كويس اطحني المواد مباشرة، لا تحطين مواد قديمة أو مطحونة قبل محطوطة بعلب، لا خليها تازة يعطيكي طعم أطيب. بالبداية راح نشوف كيف نعجن العجين. سهل كتير، وبعد ما بتعجنيه تتركيه تقريبا ربع ساعة، بعدين بنزل عليه الحليبات وبعجنه وبتركه كمان ربع ساعة. راح نشوف كيف. راح نبدأ إن شاء الله. أنا راح أخذ معلقة، بدي أنزل بقلب الطحين. بدي أنزل أنا البهارات، الشمرة، ينسون، محلب، وبقلبها. مع بعض مثل ما انتم شايفين. تقريبا بتحسي انه كل البهارات صارت بالطحين قبل ما تحطي السوائل. هلا باخد بعد ما حطيتها بعمل بهذا الشكل. حاسه انه في عندي كمان شمرة، معلش بقلبها. هلا باخد كمان السمنة، بسم الله، كاسة كاملة. السكر أنا راح أخذ التلت. هذا هو اللي بقى، ما بدي إياه يكون كتير حلو. وباخذ شوي من الزيت، شايفين أخذت ما كتير. مية الزهر أو ماء الورد. في منهم بيستخدموا بدل الحليب بيستخدموا بيض. إذا ما عندك حليب استخدمي بيض. ل6 كاسات طحين تستخدمي بيضتين. هلا راح نقلب ونشوف الكمية. إذا كانت لزجة ما بحتاج كمان هاي الزبدة، بخليها على ما هي عليه. أهم شيء أنا أخذت السمنة. بسم الله. هاي التقليبة البسيطة. بنزل هلا الباكنج باودر وبشد عليهم.
هلا شو بدي اسوي؟ بدي احط السمنة، الزبدة العفو اللي بقت. هلا ناخذ تكملة الزيت على الدفعة الثانية. بدي اياه بيشربوا بالسمن والزيت قبل ما بحط الحليب. بتركه بيرتاح شوي وبرجع عليه بنزل الحليبات. طيب بعد ما ارتاح ربع ساعة شرب كويس السمنة والزبدة، راح نزل عليه الحليب ونشوف كيف بصير معنا. طبعا اذا كان عندك طحين ناعم ولا خشن، طبعا المقادير بتختلف. ممكن تزودي زبدة، ممكن تزودي سمنة، ممكن تزودي زيت، يعني زودتي ما بتخافي، ما بيأثر. بس اهم شيء انه من بدك تزودي اما زيت اما سمن اما زبدة، ما بتزودي كل المواد مع بعضهم. بدل بعجن فيه رح نزله انا على هون وبعجنه، بعدين ارجيكم كيف صار معي. عجنته خلص هلا. طبعا انا اضطريت بطلعه من الصحن لانه الكميه كبيره، لانه ما فيني اعجله عجن عادي. حطيته هون وعجنته، بحيث من عجنته ضليت اعجن بيه، افرك فيه فرك كبير، يعني مثل هيك. اخذت القطعه صرت افركها هيك بهذا الشكل، فركتها لحد ما حسيت انه العجينه صارت كتير طريه معي. شايفين كيف طريه العجينه؟ ما احلاها. طبعا انا من عجنتها وفركتها تفركيها تقريبا حوالي 10 دقائق فرك مستمر، او بتتركيها هلا ربع ساعه. بغطيها وبتركها، بريحها على العجين وبرجع عليها نكملها. طبعا انا الحشوه في عندك انواع من الحشوه. بدك التمر مع قرفه وسمسم، بدك بتحشيها فستق حلبي مع سكر وقليل من القطر مع مية الزهر، او جوز كمان نفس مقادير الفستق حسب ما بتحبي. انا راح اسوي هاي الكميه كلها بالتمر ان شاء الله. بدي نزل الكون كمان معمول كتير طيب، مشهور فيه بسوريا، سهل كتير. راح احشيه فستق حلبي ونشوف كيف بيطلع معنا. بس الجوز العفو المعمول هذا كتير نوعيته هشة طيبة كتير، بس بينعمل بقوالب المعمول. ما فيك تعمليه موديل تاني، لانه فعلا تطلع العجينة تبعته ما بتصلح الا للقالب. بتمنى انه بتعجبكم. نترك هذا العجين على جنب ليرتاح ربع ساعة، بعدين بنحشيه بعجوة التمرة وبنشوف كيف بيطلع معنا. هاي العجوة التمرة، طبعا هاي التمر المعجون هذا هو شايفين. حطيت عليه قرفة، بدي انزل عليه تقريبا 3 معالق طعام زيت مشان بخلط القرفة معه، مشان بيعطي للعجوة طعم كمان طيب. فيكي كمان تنزلي مع التمرة، فيكي تحطي جوز مكسر كمان بيعطي طعم لذيذ. رح نبدأ هلا بعمل المعمول، لأنه العجينة ارتاحت بما فيه الكفاية. هلا بعد ما ارتاحت العجينة كورت أنا طبعا التمرات مثل ما انكم شايفين. في عنا قوالب، إما
تستخدمي قطعة الليمون. إذا ما عندك على بلاستيك بتحطي فيها. في عنا البلاستيك هاي المعروفة. إذا بتحبي ملقط المعمول كمان في عندي شكل مثلث ناعم، في عندي خشن وفي عندي كمان ناعم. في كتير ناس ما بتعرف منين بتنشري هاي الملاقط. هاي الملاقط اما تنوجد باهل المحلات اللي يبيعوا الجاتوات، واكثر المحلات اللي تبيع النوعيه الكويسه اللي يبيعوا الجاتو الجاهز، او المواد اللي مثل العجين الزينه تبعين محلات الجاتو كمان موجوده عندهم. في كمان تنباع بالبلاد العربيه، بس بالبلاد الاجنبيه ما بتنوجد الا عند اهل محلات الجاتو. هاي الملاقط سهله وجودها، ما في صعوبه فيها عن جد. انا بالبدايه كنت ما بعرف، بعدين سالت اهل الجاتوات طلعت عندهم واشتريت ملاقط منهم. عندي كمان بشكل حلزوني، بتصير في كتير انواع لها. انا بكفي للمعمول هدول الثلاثه. في هاي النوعيه اما من قدام او من هاي في الخشب. انا بصراحه راح استخدم البلاستيك، هاي اسرع لي. راح نبدا ان شاء الله. انا راح اخذ قطعه صغيره من المعمول. انا راح اسوي حبه كبيره حبه صغيره، حبه كبيره حبه صغيره. انا بدي العدد يكون متشابه بيناتهم. راح اخذ اول قطعه بحط فيها تمره وبلفها بهذا الشكل وبكورها بهذا الشكل. من بكورها ونزلها بالقالب. في منهم بيحطوا العجينه بيضغطوا عليها على القالب، بعدين ينزلوا التمره وبعدين بلفوها. لا، انا ما بساوي هيك بالضبط. انا بساويها مثل ما قلت، بلفها هيك وبحطها. انا بشوف انه هاي الطريقه الي اسهل، بشوفها اسرع لي وبحطها. كمان راح اسوي وحده صغيره بهذا الشكل وبحطها بالقالب. انا بشوفها هيك اسرع بصراحه، وبحس انه اعطيت العجينه الكميه المتساويه من فوق ومن تحت. لحد ما بتخلص الكميه اللي عندي. هي المعمولات صارت عندي جاهزه، بدي ادخلها على الفرن. طلعت بالضبط صينيتين، شايفين صينيتين. بدي ادخلها على الفرن على درجة حرارة 160 إلى 180 مو أكتر، فوق وتحت. وحطها بنص الفرن، ما بنحطها لا فوق ولا لتحت، بنص الفرن على درجة حرارة 160. إذا شو اسمه الفرن كان مانك مسخنتيه قبل، سخنيه يا ريت تتركيه، بتنزليه على 140 100 وبعدين بترفعيه على 160 180 من الشغلي، بتتركيه تقريبا 10 دقائق سخن. بعدين بتحطي المعمولات. راح نشوف بعد ما بيستوي. هذا المعمول صار جاهز بهذا الشكل. صحة وعافية بالمأكولات بنت الفرات.